صباح الخير. انا عندي بس شويه تعليقات على ماتش امبارح قدام سان داونز اللي خسرناه 3-0. في بعض الاخطاء بتتكرر مع الزمالك من فتره طويله جدا، وللاسف اتكلمنا فيها كذا مره ومفيش اي حد صلحها، ومفيش اي حد اصلا فكر ان هو يمرن اللعيبه شويه زياده او بعض اللاعبين على بعض النقط. يعني احنا طول الوقت بنحلق على الكوره، ما بنعرفش نضغط على الخصم، ما بنشوفش حتى يعني اللعيبه بتاعتنا وصلت لمرحله من عدم التمييز ان هي ما تبقاش عارفه هو لما بيبقى معاك كوره الفريق المنافس بيعمل معاه ايه، ولما يبقى الفريق المنافس معاك كوره هو المفروض يعمل ايه. مفيش حد بيعرف ينفذ ضربات حره، وده اللي ظهر امبارح بشكل كبير جدا في الكام فاول اللي جالنا قدام ال 18. تسديد عشوائي، ومعنى كده ان اللعيبه دي يا اما ما بتتمرنش في التدريبات بشكل قوي يعني، او اصلا ما بتتمرنش، او اللعيبه دي مستهتره بتدلع، احنا دلعناهم، مش عارفه. ما عندناش كمان اللعيب اللي قلبه ميت، اللعيب الفرود او اللعيب المهاجم او اللعيب اللي عنده النزعه الهجوميه اللي قلبه ميت، اللي يعرف يدخل في وسط 2 و3 ويعرف يلبس حد فيهم انذار او يلبسه فاول. احنا بندخل فبنلاقي الزحمه، بيبتدي اللعيب يتفزلك ببعض المهارات على اعتبار بقى، وفي الاخر كمان بيقع وقعه عبيطه يخلي الحكم يعني يا يديله هو انذار يا ما يعبروش. كابتن مؤمن سليمان مع كل الاحترام، احنا اشدنا بيه بعد مباراة الاسماعيلي وبعد مباراة الاهلي وبعد مباراة انيمبا وبعد مباراة الوداد، لكن برضو واضح انه الشخصية الزملكاوية او الزملكاوية دايما في الاجهزة الفنية او اللعيبة بتتمرع لما بتديله حق وبتقول ان هو عمل حاجة كويسة بيتنك عليك. كابتن مؤمن سليمان اخطأ خطأ كبير جدا جدا في بعض النقط، اولها تصريح غير محسوب لما قال ان انا في حالة الخسارة هقدم استقالتي. اذا انت بعت اللعيبة حست ان انت بعتها، دي حاجة. تاني حاجة، ما ينفعش بعد تصريح زي ده تقول لي انا رايح جنوب افريقيا عشان اكسب، لان انا كمشجع اصلا بعيدا عن اني جوه الفرقة او لا، انا كمشجع بعيد عن الاحداث مش هصدقك، لان انت رفعت الراية البيضاء من الاول. تالت حاجة، نفس التركة اللي انت لعبت بيها ماتش الاسماعيلي والاهلي بتاعت الخدعة في الخطة حاولت تلعب بيها في افريقيا. التركة دي ما تنفعش في افريقيا لاسباب كتير. اولا لانها اتفرمت زي ما بيقولوا، خلاص انت جربتها في ماتش و2 ونفعت، فدور على حاجة جديدة. تاني حاجة، عدد اللعيبة اللي عندك في افريقيا مش كفاية او مش العدد الكبير اللي يخليك تعرف تغير في المراكز. احنا زي ما بيقولوا يعني عد غنماتك يا جحا، هم 11 في الملعب و3 4 قاعدين على الدكة، فما عنديش اختيارات. تالت حاجة او رابع حاجة، لما لعبت بمعروف يوسف في مركز الباك الشمال اللي هو اصلا ما لعبوش قبل كده، فما ينفعش اجرب في مركز مهم زي ده في الناحية دي. في نقطة مهمة بقى للكابتن العظيم كابتن شيكابالا، انت لا جريت جارية ولا عملت ثرو ولا عملت انطلاقة ولا دخلت التحام ولا عملت اي حاجة خالص طول الماتش، انت بتتمشى في الملعب. انا اتمنى ان انت ترفع الكاس بس عشان جمهور الزمالك، مش عشانك انت. لو انت في ماتش زي ده مش حاسس بالمسؤوليه، لو انت في ماتش زي ده قاعد على الدكه بعد التغيير ما وقفتش تحمس اللعيبه، هفكرك بموقف بسيط جدا اتمنى ان انت تكون اصلا شفته. كريستيانو رونالدو في نهائي اليورو اللي كان من كام شهر طلع مصاب بيعيط، وقف طول الوقت على الخط بيتكلم لعيبته. هو ده دور القائد يا كابتن شيكا. هتقولوا لي اصل كابتن مؤمن كان مديله واجبات دفاعيه، هفكركم بماتش الوداد اللي كان في اسكندريه اللي كسبناه 4-0، كان عنده واجبات دفاعيه وكنا بنلاقيه جنب علي جبر، لكن كمان كان بيأدي الواجب الهجومي. لو هو مش عارف يأدي في الناحيه الدفاعيه على الاقل كان ورانا انطلاقه او اي حاجه هجوميه. دوره في المباراه دي تقريبا كل اللعيبه ممكن يكون عندها اخطاء كتير، لكن كابتن مؤمن قتلهم نفسيا بتصريحاته. مدرب سان داونز لعب على نقطتين بذكاء شديد جدا، نفخ لنا في اكبر لعيب او اللعيب الفلتة زي ما بيقولوا يعني، نفخ لنا فيه واحنا للاسف شربنا الطعم. تاني غلطة، هو عارف نقطة ضعفه في قلب الدفاع، فلعبك على الاطراف اللي هي قوته، واحنا جريناهم ومشينا معاهم، ما عرفناش نحط اللمسة بتاعتنا او ان احنا نجبرهم على ان انت تدخل جوه الملعب. كابتن الشناوي، الجمهور اللي شالك على الكتاف في المطار
الجمهور اللي مدح فيك، الجمهور اللي هتف لك، كان لازم تقدره، كان لازم تحس بالجمهور. الجمهور ده ساعدك وسندك. الناس اللي هتطلع تقول اصل احمد ناجي ما خدوش في المنتخب او خدوا ما لعبوش، هقول لكم ان المباراه دي كانت اكبر رد على حتى اي حد كان بيحاول يشكك في احمد الشناوي، يثبت لهم ان هو الحارس الاول ويجبر الجهاز الفني للمنتخب ان هو يوقفوا الماتش اللي جاي، لانه ساعتها الراي العام مش هيرحم اي حد. خلاص الشناوي هو اتعامل ماتش كبير، انت ليه ما وقفتوش حارس اساسي؟ اتمنى انه الفرقه دي تفتكر مباراه النجم في العوده، كان في روح، كنا بنلعب ب10 لعيبه من اول الماتش تقريبا، كان في اصرار، كان في جمل فنيه، كان في تكتيك، كان في حاجات كتير قوي. اتمنى ان الروح دي تبقى موجوده. اتمنى كابتن مؤمن كده بمنتهى الهدوء والاتزان والتريث يقعد يتفرج على ماتش امبارح ويتفرج على ماتش الوداد في المغرب ويحط كده نقط، هو انا غلطت في ايه؟ انا شخصيا كنت اتمنى طريقه 3-3-3-1، وناس كتير ممكن تقول لك لا، اسلام وديودار وعلي جبر ورا، قدامهم معروف توفيق طارق، قدامهم شيكا ستانلي حفني، قدامهم باسم. في الحاله الهجوميه اسلام جمال هيزيد، هيبقى باك متقدم او جناح متاخر في الناحيه الشمال، وبالتالي معروف هيزيد، وممكن يدي فرصه لشيكابالا ان هو يدخل جوه الملعب. وفي الحاله الدفاعيه كده كده هيبقى عندي 3 بيدافعوا ورا، فهنقدر نجاري الكثافه الهجوميه بفرقه صن داونز. ما كانش ينفع ابدا ان احنا نلعب في نص الملعب ب2 بس، في حين ان في قوه كبيره جدا لصن داونز في نص ملعبها. اخطر خطين في صن داونز هو نص الملعب المدافع وصناع اللعب، فاحنا اسأنا التقدير. اتمنى اللعيبه تفكر فينا شويه، تحس بينا شويه. اي مسؤول في البلد دي بقى هيقول ان الملعب مش هيتملي على الاخر يبقى متخاذل وخلاص، خليها متخاذل. اي مسؤول هيقول التأمين هقول له بص 2013 كنا لسه خارجين بقى من معمعة الاخوان والكلام ده، وكان في استاد القاهرة في العاصمة اللي بيأمنوا جهة واحدة اللي هي الداخلية، كان في تقريبا 80,000 واحد، فما بالك بقى ده استاد في حتة تعتبر يعني متطرفة شوية يقدر التأمين بتاعها بيأمنها جهتين، جيش وشرطة. اعتقد ان الامور حتى في قلق في البلد، لكن نسبيا الامور اهدى.